في الفيديو ده من حقيقة أسطورة هنرجع لعصر الفراعنة المليان بالأساطير والسحر، ونتفرج على أسطورة البحار والجزيرة المسحورة. بتبدأ الحكاية لما في يوم سفينة ضخمة بدأت رحلتها البحرية بأمر من الفرعون، وكان عليها 120 بحار من أمهر البحارة المصريين، لدرجة إن هم كانوا بيقدروا يتنبأوا بالمطر والعواصف قبل حتى ما تبدأ تتكون، وكان عندهم معرفة واسعة بالبحر والرياح وحركة النجوم. لكن بالرغم من كده وقبل وصولهم اتكونت عاصفة فجأة من العدم، وأمواج البحر بقت عالية زي الجبال، ومن الرعب بدأ البحارة ينطوا في المية واحد ورا التاني علشان ينقذوا نفسهم. لكن للأسف غرقت السفينة ومات كل اللي كانوا موجودين عليها، كلهم ما عدا بحار واحد بس، واللي قدر يتعلق بجزء من خشب السفينة الطافي على المية، وفضل في البحر فترة طويلة لحد ما رمته موجة على جزيرة. وبعد ما ارتاح شوية بدأ يمشي في الجزيرة يدور على أي حاجة يقدر ياكلها، وفي الحقيقة هو ما دورش كتير، لأنه اتفاجئ إن الجزيرة دي عليها كل حاجة ممكن يحتاجها أو حتى يتخيلها، بداية بقى من المحاصيل والطيور والحيوانات بأنواعهم لحد الذهب والكنوز، لدرجة إنه وصف الجزيرة دي بإن ما كانش ناقصها أي حاجة، وكل حاجة تتخيلها كانت متوفرة فيها. وبعد كده بدأ البحار ياكل لحد ما شبع، وبعدها ولع النار وقدم قرابين للإله علشان يشكره على نجاته من الموت. وفضل البحار لوحده على الجزيرة حاسس بالوحدة واليأس، لأنه مش عارف هيرجع تاني مصر إزاي، ووصف شعوره بالوحدة وقتها بإن ما كانش له أي ونس غير قلبه. ومر الوقت طويل وهو على الحال ده، لحد ما فجأة سمع صوت عالي جدا كأنه الرعد، وسمع صوت تكسير الشجر والأرض اتهزت تحت رجليه. وساعتها خاف وحس بالفزع لما شاف حاجة ضخمة جاية ناحيته، واللي كانت تعبان عملاق جسمه متغطي بالذهب. فضل يزحف لحد ما وقف قدامه، وفجأة كمان لقاه بدأ يتكلم ويسأله انت مين وازاي قدرت توصل لهنا، وكرر عليه السؤال اكتر من مرة. وطبعا البحار من الصدمة ما كانش قادر يتكلم ولا حتى كان فاكر هو مين. فالتعبان شاله وراح بيه للكهف بتاعه، وبهدوء حطه على الارض وبدأ يعيد عليه من تاني نفس الأسئلة. وبعد شوية بدأ البحار يحكي له حكايته وازاي نجي من الموت وازاي وصل للجزيرة دي، وكان بيحكي وهو كله فزع من التعبان ويأس من النجاة. لكن اللي حصل ان التعبان اتعاطف معاه، لانه ببساطة فكره بحكايته هو نفسه، واللي بدأ يحكيها للبحار ويقول له انه كان عايش مع اولاده وعيلته الكبيرة من التعابين العملاقة على الجزيرة دي، وكان عددهم 75 تعبان، لحد ما في يوم وقع نجم من السماء وحرقهم كلهم، زي بالظبط ما عملت الموجة مع البحار وغرقت السفينة وكل البحارة اللي عليها. وبرضه كان هو التعبان الوحيد اللي اتكتبت له النجاة فيهم. وبعد كده بدأ يطمن البحار ويقول له انه عنده قدرة على التنبؤ، وقال له انت هتقعد في الجزيرة دي شهر ورا شهر لحد ما تكمل 4 شهور، وبعدها هتيجي سفينة من وطنك وفيها بحارة تعرفهم وهترجع بيها لبلدك، ومن تاني هتقابل اهلك واولادك. ففرح البحار لما سمع بالنبوءة، لكن كنوع من التعاطف مع التعبان واللي حس ان فقده لكل اهله ومحنة اصعب من وحدته ومحنته هو شخصيا، وعدوا البحار انه هيحكي قصته للملك اول ما يرجع، وبعدها هيرجع يزوره تاني، بس المرة دي بقى بسفينة ضخمة عليها كل خيرات مصر، واللي كمان هتكون من أفضل أنواع القرابين اللي بيقدموها للآلهة. وهنا طبعا ضحك التعبان من كلامه، لأنه مش محتاج أي حاجة من دول، لأنه هو حاكم الجزيرة المسحورة دي واللي عليها كل حاجة من كل نوع ومن غير حدود. وكمان قال للبحار إن أصلا الجزيرة دي هتختفي أول ما يمشي من عليها، يعني مش هيلاقيها حتى لو حاول إن هو يرجع لها. ومر الوقت، وفعلا بعد ما مرت ال4 شهور بالتمام جت السفينة في الميعاد، وقبل ما يروح لها البحار جه التعبان واداله بضايع كتير من الجزيرة، اداله من كل حاجة كانت موجودة عليها، وكمان قال له انه لما يرجع حاله هيتغير وهيكون له شأن كبير في القصر الملكي. ومن تاني فرح البحار بالنبوءة الجديدة وبقرب رجوعه لبلده. وبعدها شكر التعبان وودعه، وهو في طريقه لمصر فضل مراقب الجزيرة من البحر لحد ما اختفت زي ما قال التعبان بالظبط. وبعد 2 شهور من رحلتهم في البحر رجع البحار لبلده وعرف الملك بحكايته، وفعلا اتحققت نبوءة التعبان التانية، واداله منصب في القصر الملكي كتعويض ليه عن الوحدة والمخاطر اللي مر بيهم. وكمان أمر الملك إن حكاية البحار تتسجل على ورق البردي علشان الناس تعرفها وكمان تتعلم منها الأجيال الجاية. وفعلا احنا لقينا القصة دي مكتوبة على بردية موجودة حاليا في متحف لينينجراد في روسيا، لكن العلماء اختلفوا في الرأي إذا كانت كلها كانت من خيال البحار ولا فيها جزء من الحقيقة. لكن إن كانت حقيقة أو خيال، ففي الآخر عايزة أقول إنها قصة كانت بتعلمنا معاني جميلة كتير، زي إن كل شدة فيها دايما رحمة من ربنا، وفيها خير وعوض بيجي بعدها. وكمان حسنا فيها الحنين للوطن وعرفنا أهمية الونس، ده غير بقى التشجيع على الصبر في الأوقات الصعبة والأمل إنها دايما مع الوقت هتتحل مهما كانت المشكلة كبيرة. وبكده نلاقي إنها قصة كانت تستاهل فعلا إنها تتكتب، وده علشان توصل لنا بعد آلاف السنين ونتعلم منها.